السلام عليكم متتبعي شهيبة الداري. الحلوه ديال اليوم بنينه 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 بزاف، خصوصا الناس اللي كيبغيو المذاق ديال الشكلاط واللي يكون معاه مكسرات. فهي حلوه جيت سهله وحتى في التحضير ديالها جيت سريعه. غادي نقول لكم غادي نحضروا البراونيز، فدخلوا معايا المطبخ دابا باش نعطيكم المقادير والطريقه. فالمقادير ديال البراونيز فهما ساهلين بزاف، فغادي نعطيكم مقاديره. غادي نحتاجوا 150 غرام ديال سنيده، 130 غرام ديال الزبده، 70 غرام ديال الدقيق، 3 ديال البيضات اللي غيكونوا هنايا كبيبرين كاملين. غنحتاجو 200 غرام ديال الشكلاط. فالبراونيز هو الشوكولا، شحال ما كان الشكلاط كاليتي ديالته مزيانه ولا جوده عاليه شحال ما كيكون البراونيز بنين بزاف. فهنايا اختاريت الشكلاط ديال الكوفرتور اللي هو تقريبا كيبدا من 50% للفوق. بالنسبه لي انا هذا راه فيه 70%. غادي نحتاجو مكسرات اللي بغيتو في المكسرات، بغيتو اللوز الكركاع اللي بغيتو في المكسرات، فهنايا غادي نحتاجو كركاع 100 غرام، وغنحتاجو نص باكيه ولا 3 غرام ديال الفاني. نجيب واحد الطاوه، نشد الزبده نردها فوق البوطه الدبليه، نجيب الفراح ولا نيت غير في الفران ديالنا، وغادي نحمص الكركاع. ممكن تخلطوا الكركاع مع اللوز ولا مع الفستق. غادي نحمصو باش نحيد من الكركاع لي ميديتي ونيت حتى في البراوني كيعطي بنه زوينه. فانتوما اي مكسرات تستعملوهم حمروهم، فحاولوا انكم تهرمشوهم هاد الكركاعات باش يجيو طريفات وسط البراونيز. فهنا الزبده ديالتنا ها هي دابت. غادي نجيب الشكلاط الاسود ونحطو باش يذوب مع الزبده. فلا كنتو بغيتو الا كنتو بغيتو وصفات اللي كيكونوا اباز ديال الشكلاط وهكا حليوات زوينين وساهلين وخفيفين، فكاين حتى الفوندون الشوكولا انا راني حاطه لكم في القناه، جربوه كيجي بنين. فغادي نحطو هذا الشكلاط هنا نخليه يذوب مع هاد الزبده هذه اللي سخونه. فعندكم هنايا البراونيز والفوندون شوكولا ما كنديروش فيهم خميره كيماويه وكيجيو بنينين بزاف، وهمايا سبا ان كيك كيجيو في الطعم ديالهم زوين، حليوات زوينين. نجيب واحد الطابه اللي غادي نخدم فيها، نهرس البيضات 3 هنايا، نزيدو سنيده على البيض، الفاني، وغادي نطربو كلشي بالطراب الكهربائي. طربت البيض حتى هكايا بياض وخفاف، فغادي نجيب الدقيق، نجيب الصفايه باش نغربلو، نجيبو شي معلقه العود ولا ماغيسك بحال هكا ونخلطو باش نخليو هذاك الفقاعات ولا الهواء اللي حنايا درنا بالباطو ونخليو فيه باش كيجي هكا البراوني هشيشه وبنينه. صافي ها هو الطحين ندمج ليا مع البيض وسنيده، غنخليه هنايا. ونجيب داك الزبده اللي درنا فيها الشكلاط باش يذوب، غادي نخلطو مزيان حتى يندمجوا مع بعضياتهم. هانتوما الشوكولا غير خليتها راه ساحت، غادي نخلطو مزيان حتى يندمجوا، عاد نزيدها على الخليط الاول. هنايا الشكلاط هي اندمجات مع الزبده، فغادي نكبها على الخليط ديالي. غادي نخلط الشكلاط مع البيض حتى غيولي ليا هذا الخليط كله كحل. فبالنسبه للبراوني غادي نستعمل هذا البيغاكس اللي شفتو. من الاحسن انكم تستعملوا قالب اللي غادي يكون مستطيل باش كتجي في الطرونشات مقطعه هي هذيك. فانا غادي ندهنها هنايا بالزبده. فكنجيبوا هذوك المكسرات اللي خليناهم اخر حاجه. انايا هنايا درت غير الكركاع اللي حنايا حمرناه، وغادي نخلطو ندمج ليا الكركاع. كتحسوا بداك الريحه ديال الكركاع عطيه زوينه مع الشكلاط مع محمر. نكبو هنايا دابا في القالب، فنقادو هنايا الخليط في المول ديالنا ولا القالب. الا ما كانش عندكم قالب مستطيل ديروه في اي قالب. دابا وصلنا لاخر حاجه، فهانتوما شفتوا ان البراوني سريعه في التحضير ديالها. دابا بقى لنا الطياب ديالها. بالنسبه للطياب فغادي تكونوا مسخنين الفران على درجه حراره قبل على درجه حراره 180 بالنسبه للفران عادي. ما الماكسيموم ديالها ديال الطياب قولوا 15 دقيقه بحال هكاك. خاص تكون واحد القشره من الفوق، هي كتكون لكم هذيك القشره، عرفوا راه البراوني ديالكم راه طاب ووجد لكم وكتخرجوه. وبالنسبه للفران ديال الغاز فكتكون درجه الحراره معتدله حتى هي كديروه فيها يطيب، وكتبقاو مراقبينه ما كيطيبش بزاف باش ماشي يقصح لكم، غير كتكون داك القشره كتخرجوه. فانا ندخلها دابا هي الفران. هنايا البراونيز من بعد ما طابت ليا
فبغيت غير عرفتوا واش يبان لكم ان الوجه ديالها راه كيكون كحل مقشر من الفوق. عرفتوا دابا مع الشوكولا واش تبان. فغادي نجيو القالب ديالنا وغادي نقطعوا البراونيز قطع، هي تكون صغيره فغادي نمشي هكايا، ومن بعد عاوتاني قطع هنايا اللي تكون مستطيله، ندير هكا مستطيلات صغار. نكمل انايا التقطاع، نقدم عليكم شويه البراونيز. الطريفات ديالو هانتوما هي كتشوفوهم قدامكم وكيبانوا لك الطريفات ديال الكركاع مقطعين الوسط، كيجي المذاق ديالهم هائل. كتجي طريف ديال البراونيز من الفوق كيجي مشقق، ومن الداخل كيجي معلك مع داك الشوكولا اللي حنايا درنا فيه دايبه، كتجي فنه بزاف. فنتمنى انكم تجربوا الا كنتم عمركم درتوا البراونيز، وتقولوا لي في التعليق كيفاش جاتكم. راه المذاق ديالها رائع رائع رائع، وحتى التكستور ديال الحلوه في حد ذاتها بنينه. فغادي نقول لكم شكرا على مشاهده الشهيوه الداري، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. وكاينين فيديوهات اخرى اللي بالشوكولا غادي نحطهم لكم دابا الرابط ديالهم. والسلام عليكم.